السلام عليكم. في اجازه نص السنه اللي فاتت انا سافرت مصر وقعدت تقريبا 3 اسابيع. في الفتره دي حصل لي مواقف وشفت حاجات اثبتت نظريتي، وهي ان الشعب المصري شعب غريب جدا. في البداية خالص خلونا نتكلم عن الأفراح المصرية. أنا أخويا اتجوز في الأجازة دي، واللي أنا اكتشفته بقى إن الرقص في الفرح بالغصب. أنت لو ما رقصتش وعرقت واتبهدلت وصحيت تاني يوم جسمك كله شادد يبقى أنت مش فرحان. والله يا جماعة الفرحة في القلب، يعني مش كده خالص. في بقى ناس في الفرح أنا فاهمهم، المنافقين دول، نكون احنا في نص القاعة وعمالين نرقص والدي جي مبهدل الدنيا، ومرة واحدة هو تشوفه كده واقف بعيد وعمال يسقف وعامل نفسه مكسوف وبتاع، واول لما تيجي تسحبه علشان يدخل معاكم يقعد يقول لك لا 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 اعفيني مش ما بعرفش، اعفيني شكرا ما بعرفش. واول لما يدخل جوه he goes ape shit. المهم خلوني دلوقتي احكي لكم على موقف حصل لي في مصر. الموقف ده غريب جدا، ولكن الاغرب اني لما حكيته لصاحبي في مصر، صاحبي راح قايل لي طيب عادي في ايه، وهو الموقف مش عادي خالص على فكره. المهم في يوم انا كنت في الدقي وكنت رايح المهندسين، واليوم ده انا كنت لابس فيه جاكيت جلد وبتاع، فكان بصراحه كان شكلي نظيف فشخ. فانا قلت بدل ما اركب اتوبيس او اركب اي مواصلات خليني اركب تاكسي. وقفت تاكسي وركبت معاه واتحركنا. بدات ابص على السواق، لاحظت ان السواق فيه حاجه مش تمام. انا بصراحة عملت نفسي عبيط وحطيت السماعات وعشت مع نفسي شوية، ولقيته عمال يزيد. رحت قايل له يا ريس هو كل حاجة تمام، في حاجة غلط؟ لقيته بيرد عليا بيقول لي حمام، لازم اعمل حمام. فانا رحت قايل له تمام يا ريس، بس اهدى كده، افضل ماشي، هنلاقي مطعم ولا حاجه، ولا انزل انت ظبط امورك وبعدين نكمل عادي. ومره واحده لقيته بيجيب العربيه يمين وبيرفع الهاند بريك ونزل ومشي من قدامي، ولقيته بيروح للعجله اليمين ورا. لا 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 استحاله يكون هيعمل اللي في دماغي، احنا في نص الشارع، استحاله. ومره واحده لقيته فتح الباب اللي على اليمين ورا، يعني الباب اللي ورايا، ويروح what the fuck man what the fuck. انا عمري ما شفت ثقة في النفس اكتر من كده في الشارع يا معلم، في الشارع. انا طبعا قاعد جوه العربية مش مصدق نفسي، في واحد بيقضي حاجته على بعد مترين مني. الحاجة اللي جننتني اكتر انه بعد ما خلص وقفل الباب وجه وركب جنبي وطلع بالعربية، لقيته مرة واحدة بيبص لي وبيقول لي قلت لي انت منين بقى يا باشا، ولا كأن في حاجة حصلت. هو انا الغريب هنا؟ يعني انا اللي مش طبيعي؟ وبس خلوني اوضح ان انا مش قصدي بالموقف ده ان انا اعمم او اي حاجة. مصر فيها ناس كتيرة جدا ووارد ان انت هتلاقي حاجة زي كده، وده ينقلنا لحاجة تانية، ان الشعب المصري انا مهما حاولت مش عارف افهمه. فانا حبيت اسأل ازاي افهم الشعب المصري، وسألت فئات مختلفة علشان اثبت لكم ان حتى الشعب المصري مش عارف يفهم الشعب المصري. الشعب المصري ميكس ما بين شخصيات كتير. ممكن تلاقيه عامل نفسه ولفرين بتاع اكس مان، اوقات تاني ممكن يعمل نفسه احمد عز ودون جوان والكلام ده، اوقات تاني ممكن يعمل نفسه شيخ ومتدين والحاجات دي يعني. فالشعب المصري مش هتقدر تلاقي له ماسكه كده، فاهمني؟ صعب جدا ان انت تفهم الشعب المصري. هو ده سؤال ما يتسألش. انا واحد مصري ومش فاهمني. بصراحة مش لاقي إجابة، والله العظيم ما لاقي إجابة. لازم عشان تفهمه تركز له قوي، قوي، في الاخر والله ما هتفهم حاجه. يعني إجابة السؤال ده أصعب من امتحان الفيزياء السنة اللي فاتت والله. إجابة صعبة. جرب تقعد على كرسي مليان مسامير. صعب فشخ انك تفهم الشعب المصري او طريقه التعامل معاه. انا عن نفسي بشبه الشعب المصري بلعبه بنت ذا تاون ريد. لو رحت ضربت واحد في القهوه كله هيقوم يضرب بعضه. انا اكس ام هانتر، يا ريت تخش تعملوا لي سبسكرايب وتشوف فيديوهاتي على www.youtube.com/. بص يا حمود، الشعب المصري ده عامل زي افلام كريستوفر نولان، حلوه ومبهره وكده في خيال وكل حاجه، بس محدش بيفهم حاجه خالص والله ابدا.
بص يا محمود، عشان تفهم الشعب المصري محتاج تتبهدل في الأزقة وتتمرمط في الحارات لعدة سنوات طويلة. في الآخر مش هتفهم الشعب المصري عشان ده شعب ابن. اوكي تمام. ممكن الموقف اللي انا هحكيه دلوقتي يوضح الامور شويه. في مره كنت ماشي في الشارع فخبطت واحد بكتفي بالغلط، فانا اول لما خبطته رحت على طول رحت قايل له اسف. اللي انا ما خدتش بالي منه ان انا في النص وانا بقول له اسف لقيته على طول راح مديني نظره الموت. عارفين نظره الموت اللي هي بتاعت فيلم كيل بيل؟ ولكن اللي لاحظته انه بعد ما سمع كلمه اسف اللي انا قلتها لقيته بيقول لي خلاص يا معلم قشطه ولا يهمك. يعني هو من الاخر كان مستني ان انا اقلبها معاه خناقه على طول. طيب ليه العنف اللي على الفاضي؟ I'm a lover not a fighter. ودلوقتي نروح لاكتر حاجه غريبه في المصريين، ودي انا شفتها بعيني. المصري لما يشوف زحمه لازم يروح للزحمه. انا اكتر وسيله تنقل بستخدمها وانا في مصر هي المترو. والمترو انت بعد ما بتاخد التذكره وبتعدي بتلاقي سلالم الكهرباء زحمه جدا، مع ان السلالم العاديه فاضيه. انا مش عارف هم بجد مكسلين السلمتين دول. وخدوا بالكم انا ما بتكلمش على ناس كبيره وكده، لا انا بتكلم على شباب عاديين. المهم انا لما بنزل بقى من السلالم التانية علشان استنى المترو، اول ما بنزل من السلالم وباخد شمال بقف استنى في اخر المترو. يعني لما القطر يجي انا بركب في اخر عربيه. اللي مجنني بقى ان المكان اللي انا واقف فيه ده اللي هو في اخر المترو خالص دايما فاضي. دايما في اول المترو واخر المترو الاماكن دي فاضيه، مع ان دول الاماكن اللي الناس بتعدي عليهم في البدايه. يعني الناس بتنزل من على السلم بتقوم باصه شمال بتشوف ان في زحمه في النص فبيروحوا يقفوا عند الزحمه. طب انت لسه معدي دلوقتي على منطقه فاضيه، كنت تستنى هناك. ها؟ في مره بقى شفت واحد ده اللي جنني، نزل معايا في نفس المحطه من المترو وفضل ماشي جنبي لحد ما وصلنا لعند السلالم. لقيته بيبص كده لقى ان السلالم الكهرباء نازله، فراح رجع ومشي لحد اخر المترو الناحيه التانية ودخل شمال علشان يطلع على السلالم الكهرباء. طب انت كان ممكن تطلع على السلالم العاديه الكام سلمه دول وخلاص بدل ما تروح لحد اخر المهم يا جماعه مش عارف اقول ايه. يعني مصر غريبه صح، ولكن انا استمتعت بالاجازه دي ما عدا الجزء مع ابن ده اللي معاه. عندي ليكم سؤال، عملتوا ايه في اجازه نص السنه؟ بالنسبه لي انا لسه قايل لكم انا عملت ايه. قولوا لي انتوا عملتوا ايه في الاجازه في الكومنتات بتاعه الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو. المره دي عايزين نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك في اقل من اسبوع. ولو انت بتتفرج على الفيديو ومش مشترك في القناه اشترك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. 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 سلام.